أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست Overthink. معاكم مهند. الحلقة دي ممكن تكون تكملة للضغوطات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الحلقتين اللي فاتوا، وأظن إن النجاح ده من أكتر الحاجات اللي بيضحك علينا بيها اليومين دول، ومن أكبر الضغوطات اللي بتتحط علينا من أهلنا والمجتمع وحتى من نفسنا. فخليني أبدأ بنفسي. فكرة الفشل دي كانت مرعبة بالنسبة لي في آخر فترة ليا في الجامعة، زي ما كانت مخيفة وأنا بخلص ثانوية، اللي هي المراحل الانتقالية دي اللي بنبني عليها حاجات كتير قدام زي ما بنبقى فاكرين أو زي ما بيتقلنا. حتى أنا فاكر في مرة كنت بتكلم مع عمي قبل ما أخلص الجامعة على طول، وأنا بقوله على مخططاتي والحاجات اللي أنا عايز أعملها بعد ما أخلص وكده. فقلت له بعدها إن أنا خايف إني أفشل، فقال لي إيه المشكلة يعني ما تفشل. ما استوعبتش ساعتها الفكرة دي، وانا كنت شايف دي حاجة منطقية لان اي حد في سننا طبيعي ان هو ما يبقاش متقبل الفشل. بس اللي اكتشفته بعدها هو ان المشكلة مش في اننا مش متقبلين الفشل، بس احنا مش عارفين يعني ايه نجاح اصلا. او على الاقل ده بالنسبة لي انا ما كنتش مستوعب فكرة ان النجاح ده حاجة نسبية جدا، يعني نجاحي غير نجاحك غير نجاحك، بس بقدرة قادر بقى في ستاندرد وفي سكيل للنجاح ده في عيون المجتمع اللي هو اصلا بايظ في حاجات كتير. والسكيل الغريب ده بقينا كلنا بنتقاس بيه حرفيا. اصل مش عارف مين عمل ايه، طب ما اللي هو عمله ده انا ممكن معرفش اعمله دلوقتي، وممكن معرفش اعمله اصلا، واحتمال اكبر ان انا ما كنتش محتاجه عامه. انا مؤمن جدا بمبدأ ان في ناس احسن من ناس وفي ناس اذكى من ناس، بس كون ان في حد اذكى منك او احسن منك في حاجة معينة مش معناها انك شخص فاشل وحياتك بايظة ومحتاج تشتغل على نفسك، يعني لا خالص. يعني انا لو هشتغل على نفسي في حاجة هعمل كده علشان انا شايف ان انا ممكن اعمل احسن من كده، مش عشان في حد تاني احسن مني. وانا عارف ان الموضوع مش بالسهولة ولا البساطة دي، ومش منطقي اصلا اني اعزل دماغي عن كل الكومبيتيشن اللي حواليا، لانها برضو ممكن تبقى حاجة مفيدة وتشجعنا فعلا. بس كل اللي اقدر اقوله ان انا ممكن نكنترول قد ايه ده بيأثر علينا وبيأثر على اننا شايفين نفسنا ازاي. واكيد لازم نحاول نخرج من الكومفورت زون بتاعتنا ونبوش اور ليميتس، بس لما نبقى احنا عايزين نعمل كده فعلا، ومش على طول لازم نبقى حاسين كده، علشان دي برضو من الحاجات اللي انا شايف اننا مضحوك علينا فيها. ممكن اوقات نهدى على نفسنا عادي، وده هيساعدنا ان احنا نبوش اور ليميتس برضو. كنت بتفرج على حلقة للدحيح كان بيتكلم في نفس الموضوع تقريبا، فعجبني قوي حتة قالها ان مستحيل هتبقى الوحيد اللي بيعمل حاجة. يعني لو بقيت من التوب 1% في العالم كله هيبقى في معاك 78 مليون واحد كمان. انت متخيل الرقم؟ وهكذا بقى في معظم لو ما كانش كل حياتنا. ونصيحة، ما تحاولش تقارن نجاحاتك بأي حاجة تاني، علشان مفيش بنش مارك ومحدش ليه الحق انه يحكم على نجاحك او يعلي عليك. انت جبت 70% بدل ما كنت هتجيب 60% مثلا. ما تخليش حد يقولك 70% دي قليلة طول ما انت عارف انك عملت اللي عليك فعلا. بس هنا هنروح لحتة تانية وهي الكسل. كنا اتكلمنا قبل كده عن دماغنا وانها على طول بتختار الطريق الاسهل، والطريق الاسهل هنا هيبقى الحجج، وفكرة ان ده اخري شماعة حلوة ومريحة لمعظمنا. علشان كده ممكن تستفيد من حتة المنافسة في حياتنا عامة، بس طول ما هي في الحدود اللي انت راسمها وحاططها بنفسك، ومفيش حاجة مفروضة عليك. محدش هيديلك جايزة لو نجحت بمعايير الناس، ولا حد هيعلق لك حبل المشنقة لو فشلت بمعاييرهم برضو. اهم حاجة هي معاييرك انت اللي تحدد شكل نجاحك. وازعل لما تفشل، بس ما تخافش من الفشل ده.